مسك سهمه وقام قنص على النسر وقام جابه. بعد 30 سنة عزيزي المشاهد الزملكاوي، استطاع نادي الزمالك ان هو يحقق البطولة رقم 5 للسوبر الافريقي. والبطولة رقم كام؟ تعدش بقى، ما تعدش احسن لك. كانت ليلة زملكاوية بامتياز بالامس عندما حقق نادي الزمالك الفوز بضربات الترجيح على النادي الاهلي في الرياض في المملكة ارينا في السوبر الافريقي الساعة 9 يوم 27 يوم الجمعة، علشان تتفك عقدة القضية. وبدل ما هي قضية تبقى هي قضية، ولكن القضية المرة دي تكون لناصر منسي. ناصر منسي اللي كان خارج حسابات نادي الزمالك وخارج حسابات الجمهور وخارج حسابات المدير الفني وخارج حسابات كل الدنيا دي كلها، ينزل ويسجل أغلى هدف أنت ممكن تشوفه لناصر منسي عبر تاريخه. هو ذات نفسه والله العظيم ما مصدق، هو مش مصدق نفسه بالهدف اللي هو سجله، ان هو خلاص هو دخل قلوب الزملكاويه من الباب الكبير. هدف في وقت قاتل حرفيا، قتل المباراه، قضى على احلام الاهلاويه كلهم في الدقيقه 76 علشان يخلص ناصر منسي بكوره ولا احلى ولا اروع ولا اجمل، وقول زي ما انت عاوز تقول قول، خطفه من قدام ياسر ابراهيم بيسجل في مرمى الشناوي علشان يعلن التعادل لنادي الزمالك، علشان تذهب المباراه للركلات الترجيحيه علشان يفوز فيها نادي الزمالك بعدما اضاع يحيى عطيه الله ووسام ابو علي اللي سجل ضربه الجزاء لهدف التقدم للنادي الاهلي. وعلشان تيجي تتكلم بقى على المباراه دي تاخدها واحده واحده. المباراه مش اداء فني احسن حاجه، مش احسن حاجه في الاداء الفني المباراه دي. ما تتكلمش على الاداء الفني، مش هتكلم بقى على التكتيكات اللي هنا والتكتيكات اللي هنا، لا. مباراه كانت ماشيه عك وربك يفك، ولكن العك الاكبر هو اللي خسر. اللي عك اكبر هو اللي خسر. اللي التزم تكتيكيا اكبر هو اللي كسب. نادي الزمالك في الشوط الثاني كان غير، كان مختلف فنيا، كان مختلف من ناحيه الروح. بعد ما جه الهدف الاول للنادي الاهلي يعني ادى نوع من الاستفاقه حبتين ثلاثه لنادي الزمالك، ولكن في الاخر تقدر تقول انه قد عادت الحياه لتنبض من جديد في 100 عقبه. 2.5 مليون دولار تضخ في خزائن نادي الزمالك في 100 عقبة علشان تفك أزمة كبيرة جدا جدا. ويقدر نادي الزمالك ان هو بعد ما عمل صفقات، الصفقات مش احلى حاجة ومش اقوى حاجة، ولكن صفقات احنا شفنا منها بنتاج. لا، صفقة قوية جدا جدا، شخص هجومي، لاعب هجومي جدا وعنيف وكل حاجة. والفلوس اللي اتضخت، كابتن حسين لبيب، فك الخزنة وفك الكيس بتاعك واطلع صفقاتك يا باشا بقى كده، وفرح جمهورك. على الناحيه الثانيه هارد لك للنادي الاهلي، زي ما قلت انه في حاله خساره النادي الاهلي مش هتكون نهايه العالم، مش هتكون نهايه العالم في حاله الخساره، عادي جدا. مارسيل كولر 2023 هو حاصل على جميع البطولات اللي دخل فيها النادي الاهلي ما عدا السوبر الافريقي من اتحاد العاصمه. في 2024 حاصل على جميع البطولات اللي دخلها ما عدا السوبر الافريقي قدام نادي الزمالك. فهي يبدو ان مارسيل كولر لديه عقده مع السوبر الافريقي. للمره الثانيه بيخرج مارسيل كولر خالي الوفاق من السوبر الافريقي للمره الثانيه على التوالي. والنادي الاهلي يظل هو اعظم رمز لجمهوره في الكون. كده حلقتنا انتهت. اشوف وشكم على خير الحلقه الجايه باذن الله. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.